شرف وعبيده كلنا، وكنت من بدري اتمنى اشوف الاستاذ محمود الاستاذه الفاضله واخويا ماضي، وانا سعيد بالقعده الجميله دي. وانا مش عايز اتطرق على مجمل مصر ما شاء الله، الكلام اللي اتقال كله صح، والكلام فعلا في الصميم، وما بيبين فعلا احنا كلنا وطنيين بنحب مصر. انا مقتنع تماما الدين لله والوطن للجميع. حته ان احنا اذا كان فينا كل واحد بيختلف عن الثاني في المسمى، لكن كلنا في الاول وفي الاخر احنا مصريين، وحقنا كمواطن مصري لازم يكون موجود. اذا كنا النهارده جايين نتكلم عن الدستور، انت عارف ان احنا جايين نتكلم بس عن الدستور، فالدستور فيه بعض المواد هو اغلبيته، لكن احنا هنتكلم على ما يخصنا، الماده 11 والماده 12 و16 و46. المواد دي بتتكلم عن التراث ولم تذكر تعدد الثقافات او تعدد الثقافات، ودي مهمه جدا، خاصه ان احنا عندنا في النوبه لغه وعندنا عادات وتقاليد بتختلف عن الثقافات الاخرى. فكان يجب ان هم يذكروا الكلام ده. وفي كلام برضه في الماده رقم 11 حته منهم هتكلم فيها: ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون. القانون دي إيه هو معنى القانون كده؟ هينظم التراث. قول لي بقى القانون بتاعك الأول عشان أقدر أقول لك إذا كانت المادة دي إيه هو القانون بتاعك؟ لا هينظم التراث إزاي؟ مرحلة على ما ينظموا القانون. بالظبط. فأنتوا مصعب مش لازم يديك الأول مرة واحدة. طيب يبقى احنا هنا هو كلنا يعني كلنا متفقين ان فعلا الدستور مطاط ويقدر يعمل فيه كل حاجه، وخلاص احنا اوريدي في ارض الواقع. احنا لا يعنينا بقى ان هم عملوا الدستور زي ما هم عملوا وبيقولوا ان اغلبيه الشعب وافق عليه، لكن احنا دورنا ايه؟ احنا نقدر نعمل ايه كمجتمع انا متواجد فيه، مجتمع عايش اغلبيته في 44 قريه مساحتها 50 كيلو، ال 50 كيلو دي فيها 105,000 بيت، ال 105,000 بيت دي المفروض بيقتل فيها 600,000 نسمه، زائد مركز وبندر اسوان اللي فيها 18 قريه. هي دي الاماكن اللي فيها تجمع سكاني للمنطقه اللي احنا عملنا ليها مسح شامل، عشان نعرف لما نقعد مع اي مسؤول في الدوله نعرف نتكلم معاه. عملنا استبياناتنا، جمعنا الكلام ده كان من سنه 2007، وكل شيء انا بقوله طالع من فمي. في فريق عمل قام بهذا العمل، وكانت الدوله هي اللي كانت المفروض تقوم بيه. قاعده البيانات دي بتثبت ان اهالينا وناسنا، القاعدة دي موجودة موجوده عندي. القاعده دي بتثبت ان اهالينا وناسنا من 1898 لهم حق لانهم فادوا مصر بحاجات كتير جدا. يعني مش هنقول يعني جدي كان من الهجانه، وعندي صور وجدي في الهجانه وهو اللي كان بيحرس الجنوب. اذا كانت في حرب اكتوبر استغلت اللغه النوبيه، اذا كانوا فادوا مصر من الفيضان وطلعوا من بيوتهم. فالامور دي اي انسان مواطن مصري، انا بقولها دايما ان 90 مليون مواطن لازم يعرفوا النوبيين عملوا ايه. وانا مش بقول النوبيين يعني راجل عنصري، لا ده انا بقول كده لان انا عارف ومتاكد انا محبوب في كل حته، مش انا كمسعد، لا انا كمواطن نوبي مصري محبوب في كل حته. اي نوبي محبوب على فكره. فالشيء الطبيعي والجميل ان احنا المفروض 90 مليون يشاركوا. الناس دي ايه حكايتها؟ ايه مطالبها؟ بيطلع منها ناس كتير بتتكلم، بس بتتكلم وبتشتت، لكن لما توضح الرؤيه صح بمواصيل كان هذا هو المهم. وعلى فكره اذا كان في نظام سابق، واذا كان في فلول، بس في حاله الايام الفلول، لكن في ظل الفلول اللي كانت موجوده احنا جبنا اول منطقه جنوب السد العالي، وده كان مطلب من ضمن مطالبنا. فاذا كان فعلا في ظل نظام فاسد تم عمل هذا، وتم تحديد مبلغ 1.5 مليار، واتعمل اول مرحله وتم تسكين 1500 اسره، لكن في باقي 6 مناطق، الست مناطق دي تم الموافقه بيها على اساس ان احنا نرجع تاني. من يوم ما استلم الرئيس مرسي لحد يومنا هذا، او من بعد الثوره لحد يومنا هذا، احنا في شتات رهيب. ليه؟ لان حتى
المواثيق اللي احنا شغالين بيها كل وزاره تيجي لازم تروح وتوضح الرؤيه تاني للمنظومه الجديده. اختلفت المنظومه خالص، كل واحد في مكانه دلوقتي قاعد خايف يوقع على ورقه، لانه مش قاعد ويقول لك انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه. احنا دلوقتي مش بتكلم عن مصر، المركب عايزه ترسى، فعلا مصر المركب عايزه ترسى، عشان كده بقول ايه مصر اولا واخيرا. بعد كده هو انا بقولها من قلبي سينا، لان سينا قدام عدو، او اذا كان بيتقال على سينا ان لازم كلنا نقف ونعمر في منطقه سينا. بعد كده احنا مشكلتنا موجوده وسهله حلها، بس الناس صبرت من 1898 في قنبله موقوته هتحصل. عندنا هناك دلوقتي في جبهه بتتعمل اسمها جبهه قتاله النوبيه، عندنا ناس كثيره بتدعي للانفصال عن مصر. وعلى فكره الناس دي اصلا مش احنا لما بنتكلم عن منطقه 50 كيلو فيها 105,000 بيت، فيها 600,000 نسمه، لكن المتواجدين فيهم فعلي 180,000 نسمه. احنا بنتكلم عن بطاله على مستوى مصر حاليا 24%، لا البطاله في هذه المنطقه 45%. العنوس على مستوى مصر 7.3، العنوس على مستوى المنطقه المتواجد فيها اهالي النوبه 35%. دي بتترتب عليها حاجات كتيره. لحد سنه 1963 اللي كانوا بيزرعون ويكون اراضي زراعيه 53% من النوبيين، حاليا لا يتعدوا 3%. الاحصائيات والارقام دي ما جاتش من فراغ، جت بعمل 3 سنين عشان نقدر لما نقعد مع اي مسؤول نوضح له رؤيه صوت وصوره بمواثيق بتوقعات العمد والمشايخ والقيادات الشعبيه والطبيعيه في كل قريه، عشان يبقى المنظومه متكامله. ودي فعلا جابت نتائج. انا بقول ان الدوله في اهمال في تهميش، بس احنا لازم يكون لنا دور. على فكره جه مرسي، جه غير مرسي، مشي حسني، جه عبد العال، مش هيفرق معانا. حقنا هناخده بالعقل والمنطق، هناخده لان احنا لينا حق ويجب ان ننفذ. اما حته الكلام اللي بيتقال اذا كان من العريان او من غيره زي ما تفضلت مشكوره، هو فعلا في اجندات وفي اتفاقيات وفعلا وموجوده، بحيث ان فعلا ان اليهود عددهم كانوا قد كده والمبلغ المفروض ياخدوه قد كده زي ما اتفضلت مشكورا. بس في حاجات هتظهر الايام الجايه برضه، لان في توكيلات كانت بتتعمل وتوكيلات مضروبه، والتوكيلات ديت الناس اخذتها والفلوس اخذتها. فمصر مش هتتعب في حته ان هي توضح ان مفيش ليكوا عندنا حاجه. لكن انا احترمت كلام اخويا ماضي لما قال اليهود اللي موجودين، احنا كنا عايشين في وسط يهود. انا كانت جارتي يهوديه، ويوم ما بيتنا اتحرق امي بتحكي لي اللي جه طفى الحريقه هم، لان احنا كنا عايشين نسيج كلنا واحد. وعلى فكره انا مدرستي الابتدائيه كانت في حاره العدوي، في حاره اليهود. مدرسه العدوي في حاره اليهود ومتربي في وسطهم. ما كانش عندنا حته مسيحي ومسلم وشيعي وبدوي، الكلام ده مفيش. هم فعلا الناس اللي بتطلع الحاجات دي عشان تشتتنا، لكن احنا كلنا نسيج وطن واحد، كلنا واحد. انا لما بقابلك واحنا